الذكاء الاصطناعي يا جدعان واخدنا في مكان تاني خالص. يعني اول حاجه احنا عملنا صوره الذكاء الاصطناعي اللي هي الافاتار وعملناه والدنيا تمام والحمد لله خدنا ترند عليها. تبحث على اليوتيوب هتلاقيني ترند اول. النهارده بقى جاي لك بترند جديد يا صاحبي، اللي انت ازاي تحول صورتك لطفل. طبعا لقيت مشاهير كلها، يعني كريستيانو وميسي كل المشاهير عاملينها، ولقيت الشرح اتطلب مني على الانستجرام بطريقه اللي هو انا ما فيش غيره ولا ايه. المهم يا جدعان انا جايب لكم النهارده الشرح بطريقه سهله جدا، بس احنا عايزين ناخد الترند ده كمان. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هتنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، ولا مش هخرجك النهارده غير وانت عارف ازاي تحول صورتك لطفل زي كريستيانو وميسي والمشاهير اللي عاملينها بالظبط. طبعا يا صاحبي انت عارف ان قناه ايديت احمد محمد مش بتنزل لك اي شرحات غير بص، يعني انت هتفهم. يعني انت مش هتخرج من فيديو النهارده غير وانت فاهم ازاي تعمل صورتك كده. فلايك واشتراك في القناه، وطبعا انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله. وانت لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق عشان ما نطولش في المقدمه اكتر من كده. كمل معايا الشرح ما تقدموش عشان تعرف كل حاجه، ولو حصل معاك اي مشاكل هتلاقي لينك الانستجرام في الوصف. يلا بينا على الشرح. بدايه الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دي اهم حاجه عندي. بعد ما تصلي على النبي كده يا صاحبي هتلاقي برنامج الديسكورد دوت اللينك بتاعه في الوصف يا رجاله في اول تعليق. يا ريت تحمل اللي موجود في اللينك، ما تحملش اللي موجود عندك. وطبعا انا في فيديو النهارده برضو اعلمك ازاي تسجل في البرنامج. يعني انا عملت تسجيل خروج عشان بص انت مش هتخرج من فيديو النهارده غير وانت عارف الطريقه. شرح تفسيري كده ومش هيعدي معانا ب5 دقايق، كلها على اليوتيوب بتهري بقى، بنزل لك الفيديو تلت ساعه وربع ساعه الكلام ده كله، وانت عارفني انا بتاع الملخصات دي. طيب كل عليك يا صاحبي البرنامج هيفتح معاك بالواجهه دي كده. هتضغط على اول واحده عشان طبعا انت معكش حساب، وبعد كده يا صاحبي بيقول لك هنا رقم التليفون يا بالايميل. طبعا انا هسجل بالايميل افضل. هتختار الايميل بتاعك يا صاحبي وبعدين هتضغط على كلمه نيكست. اختاره دلوقتي وارجع لكم تاني. طبعا يا صاحبي انا اخترت اللي انا عملت ايميل جديد زي ما انت شايف كده. بقول لك اختار اللي هو يتاكد ان انت مش روبوت بس. هتختار كده زي ما انت شايف برنامج فتح معاك. بيبص بس على الطريقه تضغط على كلمه سكيب وسكيب تاني. طبعا انا بقول لك لو انت عايز تضيف صورتك اسم الحوار ده كله. البرنامج فتح معانا وعلمتك ازاي تسجل فيه، وكل الاخطاء اللي حصلت علمتك ازاي تحلها. فانت لو البرنامج ما فتحش معاك انا قلت المشاكل في البدايه اهو. كل اللي علينا بعد كده هندخل على جوجل يا صاحبي. طبعا هتكتب الاسم دوت اهو اللي انا معلم لك عليه، وبعدين هتلاقي دي فتحت معاك. هتكتب انضم الى بيتا، بعد كده هتلاقي فتح معاك. هتضغط على كلمه اكسبت اللي انت بتقبل، وبعدين تضغط على الكلمه دي كده. خلاص كده احنا عدينا اول مشكله اللي كانت بتواجه ناس كتير. طريقه سهله جدا طبعا ده احنا عرفناه، اللي هو عايز يتاكد ان انت مش روبوت وكده. بعد ما تختار بقى صاحب الروبوت دوت صح لازم تختاره صح. بعد ما تختاره صح هيفتح معاك الواجهه دي كده. لو اخترته غلط يعني بص سجل من تاني، ادخل على جوجل من تاني واضغط على كلمه انضمام بيتا واضغط على كلمه اكسبت من تاني. تمام عشان يفتح معاك الواجهه دي كده. تمام لحد هنا تمام. كل عليك هتيجي نازل تحت وتضغط على الكلمه اللي هي 48 دي كده. اول ما تدخل هنا زي ما انت شايف في ناس كتير قوي عامله الصور بتاعتها. كل علينا نضغط هنا. اول حاجه لازم تعمل لينك للصوره بتاعتك. طيب ازاي اعمل لينك للصوره بتاعتي؟ تضغط على علامه الزائد دي كده وبعدين هتلاقي الصور اللي على المعرض بتاعك كلها موجوده هنا. طبعا انا هختار مثلا الصوره اللي هي بالدرع دي كده. كل عليك هتعمل ارسال للصوره، استنى الصوره لما تحمل معاك. بعد كده يا صاحبي هتدخل على الصوره بالشكل ده كده، وبعدين هتضغط على ال3 نقط دول وتضغط على كلمه شير عشان ناخد اللينك بتاع الصوره. بعد ما تاخد اللينك بتاع الصوره ركز معايا تعمل ايه. بعد كده يا صاحبي هتضغط اكنك هتكتب حاجه هنا، وبعدين هتعمل الشرطه المايله بالشكل ده. اهم حاجه تركز معايا هنا يا صاحبي، ركز قوي معايا هنا. بعد كده هتكتب حرف الاي وتضغط على كلمه ايموجي. هتعمل شرطه يا صاحبي بعد كده اللي انت تضغط مسطره، وبعد كده هتضيف اللينك بتاع الصوره اللي احنا حفظناه في الاول اهو، ونعمل كمان مسطره. وطبعا احلى ما في الموضوع كله اللي انا سايب لك اللينك ده جاهز اهو اللي انت تكتبه. بعد ما يعني تعمل له اضافه كده على طول، ما خليتكش تكتبه معايا عشان لو عملت فيه اي غلطه مش هيشتغل معاك. طيب الكتابه دي هتلاقيها موجوده فين؟ يعني هتاخدها نسخ ازاي؟ هتلاقيها موجوده في اول تعليق او في الوصف. مفيش اسهل من كده. انت المفروض تنزل دلوقتي لو ما عملتش لايك اعمل لي لايك على الحته دي كده، وبعدين هترسل كده يا صاحبي زي انت شايف كده. بقول لك اهوت هيبدا يعمل الصوره معايا. طبعا استنى دلوقتي يا رجاله. انا مش عايز اوقف الفيديو كده، بس برضه مش عايز اطول عليكم. انا مش عايز اوقف الفيديو عشان تصدقني الطريقه شغاله مش اكتر. كل عليك يا صاحبي انت بتبدا تنزل كده عشان تشوف البوت بتاعك. طبعا يا صاحبي هو ممكن ياخد من دقيقه ل3 دقايق، بس بجد هيطلع الصور جمدان انا واثق من ده. طبعا يا صاحبي انت بتدور على الاسم اللي انت باعت بيه اهو، بيبدا يعمل معاك. الحمد لله اللي انا ما قفلتش الفيديو اصلا. انت شايف عد معايا 31% اهو. هعد معاك لحد 100% وبعدين تنزل الصوره عندك كده. انا عملتها لطفل عملنا حلو قوي يا جدعان والله. طيب لو حصل معاك اي مشكله يا صاحبي وما عرفتش تعملها هتلاقي لينك الانستجرام بتاعي في الوصف، فتقدر تتواصل معايا هناك. بس ما تتواصلش معايا لان انا عندي رسائل كتير غير لما تتاكد ان انت ما عملتش حاجه غلط. لان يا صاحبي زي ما انت شايف انا ولا وقفت الفيديو ولا اي حاجه. بص يا جدعان صوت جامد، لا جامد والله العظيم جامد. ما تنساش بقى يا صاحبي تعمل لايك للفيديو، عايزين ناخد الترند على الفيديو ده كمان. ما تنساش تعمل لايك لو انت جديد، تشترك في القناه. والسلام يا اخواتي، اشوفكم شرح جديد.